السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل طاجن بامية باللحمة، حاجة كده من الآخر. هتعملي طاجن البامية ده بكل حذافيره معايا ان شاء الله في الفيديو. بجد طاجن بامية حاجة كده تحفة خرافية، طعم وريحة من الآخر. والبامية بتتعرف ان هي بامية حلوة قبل ما تعصري عليها الليمونة، دي معروفة. لازم تشوفي معايا الفيديو لغاية الآخر. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا انزلي اعملي لايك، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زرار الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب او كلمة اشتراك، عشان اول ما انزل اي فيديو تكوني اول واحدة تشوفيه. ولو انتي مشتركة يلا اعملي لايك، مستنية ايه؟ يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير ونشوف طاجن البامية باللحمة ده اتعمل ازاي بكل طريقته. طبعا البامية لازم أن يكون جنبها رز بشعرية معروفة. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. اول حاجة هنبدأ نعمل اللحمة عشان نطلع منها شوربة تكون دسمة شوية. فاحنا هنجيب حلة على النار نحط فيها معلقة سمنة، ويستحسن تكون سمنة بلدي. وبعدين هنبدأ ننزل اللحمة طبعا بتاعتنا تكون مغسولة كويس ومتصفية. تمام. هبدأ انزل بقطع اللحمة زي ما انتوا شايفين معايا، واديها تشويحة كويسة لغاية ما كله يديني اللون البني. تمام، يعني كله ما يكونش فيها اي حمار، خلاص يديني اللون البني زي ما انتوا شايفين كده. اقلبها كلها لغايه ما اخلي كلها لونها بني، ما اسيبش اي حته حمار فيها، بالظبط زي ما انتوا شايفين. ولو في بقى فص مستكه معاها يا سلام على الريحه. هنفضل نقلب كل ده لغايه ما كله ياخد اللون البني. وهبدا انزل مع عندي بالتوابل اللي بحطها في الشوربه. ورق لورا، هنبدا ننزل بالبصلايه بتاعتنا، طماطمايه لو في جزرايه تمام يا جمال ويعني. وهنزل بفصين حبهان. والشوربه انا بحب احط فيها الفلفل الاسود يكون حب، ما بحبش احط فيها يكون ناعم. طبعا ده لو متوفر عندك، لان بحس ان اللي هو بيكون مطحون بحس ان هو بيغمق لي الشوربه. فانا عايزه شوربه تكون دسمه وتكون فاتحه، مش عايزه الشوربه تكون غامقه. هبدا برضو ادي تقليبه كده مع كل المكونات اللي احنا حطيناها، البصل والطماطم ورق اللورا والحبهان والفلفل الاسود. وهبدا ازودها ميه سخنه من الكتل، ميه سخنه. وهبدأ اديها تقليبة كمان، وابدأ اسيبها مع نفسها لغاية ما تبدأ تستوي. انا عايزاها تستوي يعني الا ربع، يعني سوا الا ربع. تمام، يعني 3/4 سوا بالظبط. الناحية التانية عقبال ما اللحمة تستوي او ان هي خلاص ناقصلها حاجة بسيطة وتستوي، هبدأ اجيب حلة على النار احط فيها معلقة سمنة، وانزل عليها بالبصلاية. انا مش عايزة البصلاية تحمر، دي بصلاية طبيخ، فانا عايزاها بس ان هي تبدأ تدبل معايا، مش عايزينها تحمر. تمام. هبدأ اقلب فيها كده زي ما انتوا كده شايفين، هقلب فيها. انا كنت بجيب معلقة توم تكون كده كويسة. بصي انت لو هتعمليها في الحل عادي من غير ما تحطيها في طاجن، ممكن نعمل لها طشة زي طشة الملوخية. لكن انا هعملها في الطاجن، فانا حطيت معاها على طول التوم. يعني انا حطيت دلوقتي بصلاية تكون متوسطة متقطعة، وحطيت معاها توم. وبدأت بعد ما نزلت بالتوم، حطيت بعد ما تشوحوا والبصلاية دبلت معايا وشميت ريحة التومية، بدأت انزل بكيس البامية اللي موجود عندي. دي بامية انا مفرزاها. تمام. ونزلت ببولة شوربة، يعني عبارة عن كوباية وربع من الشوربة. دي الشوربة اللي طلعت من اللحمة، شايفين ما شاء الله كانت شوربة دسمة. وهنزل بالطماطم، انا نزلت كده بكوباية وبعدين نزلت بكوباية ونص. دي طماطم برضو انا مفرزاها في الفريزر. تمام. يعني أنا كده يعتبر حطيت مقدار 3 كوبايات من الطماطم، قدامها كوباية وربع من الشوربة. وهسيبها بقى ان هي تبدأ تستوي معايا وتبدأ تغلي. انا كنت بوريكم البامية عاملة ازاي. بدأت ان انا احط نص معلقة من الفلفل الاسود، هبدأ احط ربع معلقة من الكزبرة. تمام. وربع معلقة من البابريكا. وهبدأ احط في الملح طبعا حسب رغبتك. انا حطيت بناء على معرفتي ان انا احط ملح قد ايه، انت برضو بتحط ملح حسب رغبتك. وانا ما كترتش ملح لان انا بحب احط مع الطبيخ بالذات بحب احط معاه مكعب مرق. فحطيت مكعب مرق. وهبدأ انزل بنص معلقة سكر.
السكر بيعادل الحموضة لما بيكون في اي نوع من انواع الطماطم موجودة في طبيخ، سواء مكرونة سواء اي حاجة. السكر بحبه جدا لان بيعادل الحموضة وما بيخليش الدنيا عندي فيها حموضة كتير. بدأت كده اللحمة استوت الا ربع، هسيبها بعد ما كده خلاص يعني هي دخلت في النص سوا، نص سوا بالنسبة للبامية. نزلت باللحمة وهسيبها تغلي شوية لغاية ما تبدأ تستوي معايا. البامية استوت واللحمة بقت تمام وزي الفل. هبدأ ان انا احطها في الطاجن بتاعي، وحطيتها في قلب الصينية دي عشان خاطر ما لو فارت او حصل اي حاجة تنزل في الصينية. وعلى وشها حطيت معلقة سمنة بلدي. وشايفين الطاجن وجماله عامل ازاي؟ ريحته بجد كانت خرافية وتحفة جدا، ريحتها واصلة لاخر الشارع. هسيبك انت تحكمي لما تجربي، وبألف هنا وشفا. واوعي تنسي اللايك واستنوني فيديوهات تانية.